زد لأول مرة يتأهل إلى نهائي كأس مصر على حساب الإسماعيلي. قبل ما نخش في موضوع الحلقة وهو لقاء الكابتن حازم إمام امبارح مع محمود المحمودي في برنامج هاتريك، من شوية انتهت مباراة زد والإسماعيلي بفوز زد بهدف للاعبه المحترف كاموني بتمريرة من مصطفى سعد في الدقيقة 15. بيتفوق فيها زد على الإسماعيلي وبيوصل لأول مرة لنهائي كأس مصر. كل توفيق لزد. يمكن انتوا عارفين في تعاطف شويه من الاهلاويه النادي زد بحكم ان في لعيبه كتير في الفرقه، هي سواء لعيبه معاره او لعيبه كانت بتلعب في النادي الاهلي. الحقيقه انا ما كنتش عايز اتكلم عن الماتش كتير، لكن انا فتحت سيره الماتش ده تحديدا عشان بس اديك خبر ان زد خلاص وصل نهائي كاس مصر، وعشان اقول حاجه تانية ان محمود البنا بالامانه يعني انت بقيت حكم سيء جدا جدا جدا. يعني ده مش معناه ان انت كنت عالمي، لكن انت في وقت من الاوقات الواحد كان بيتوسم فيك خير بيقول عليك حكم، لا، لكن شفت ادائك النهارده، معاييرك، طريقه تعاملك مع اللعيبه، اخر الماتش انذارات زي المطر كده لفرقه زد بدون داعي. فلا بجد محمود البنا محتاج يرجع نفسه، لان انت بقيت من اسوأ الحكام المصريين على الساحه فعلا يعني. وبقيت حتى تحس ان انت التعالي بتاعك على الكوره وعلى اللعيبه بتاخد عقابه. كل ماتش بيحصل فيه ازمه بتكون ازمه غريبه بتحصل في ماتشاتك انت بس، وتحس ان ده عقاب عشان تنزل على الارض وتبطل النفخه اللي انت فيها دي، اللي مش فاهم ايه اساسها بصراحه يعني. كمان شويه هيلعب بقى المصري مع بيراميدز عشان يتاهل فريق للنهائي ويواجه زد في النهائي. ده بالنسبه لماتش كاس مصر لسه منتهي دلوقتي. تعالى بقى نرجع لحازم امام. كابتن حازم امام بقاله فتره طبعا مش موجود على الساحه خالص، ما بيتكلمش ولا بيظهر، فقرر امبارح ان هو يظهر ويتكلم في حاجات كتير جدا. يمكن عايز اتكلم في البدايه، يعني خلينا في نقطه اللي تخصني كاهلاوي واللي عامل حلقه عشانها. هو بيتكلم عن فكره الاهلي والزمالك وسبب الفرق او الجاب اللي حصل في البطولات، وليه الزمالك ملوش دخل ومصدر ثابت وحاجات كتير جدا ومشاكل اداريه في الزمالك، وارجعها لايه وايه اللي قاله وايه اللي ما قالوش وايه اللي نوه ليه من غير ما يقول الحقيقه. ده هنرجع له تاني. لكن محمودي كان بيساله الاول في شويه حاجات عامه كده، زي فكره اما ساله ان اللاعب المحترف او اللاعب اللي بيلعب باللاعب الكبير او اللي هو يعني بيتقال عليه من الاساطير لما يبطل، هل شغله في العمل العام ده شيء كويس ولا بياخد منه؟ حازم امام قال لا طبعا، وما انصحش اي حد بعد كده يشتغل في العمل العام، لان ده بياخد منك وبياخد من رصيدك، سواء عند الجمهور ده او عند جمهورك او عند جمهور منافس. ده يقول لك انت بتخدم الاهلي، ده يقول لك انت بتخدم الزمالك. هي كلمه مرسله، لكن انا عايز اقول لحازم امام انت من امتى خدمت النادي الاهلي؟ بس هي دي، مش هي دي الفكره. قول كده الموقف اللي طلعت عملت فيه حاجه الناس هجمتك لانك خدمت فيها النادي الاهلي. اتمنى كان الكلام اتذكر بالمواقف، لان ده كلام مرسل، وانت حازم امام عمرك ما خدمت الاهلي ولا عمرك عملت استثناء للنادي الاهلي، لانك لمحت برضه ان الانديه الجماهيريه بيبقى ليها حاجات كده تعامل خاص، ده مش مختلف عليه. لكن انت تحديدا عملت ايه النادي الاهلي؟ انا ما اعرفش ايه اللي انت عملته النادي الاهلي، ما عملتوش غيره. وفكره بقى ان انت لما تشتغل في العمل العام ده هيقلل من شعبيتك، ده كلام مغلوط تماما. هيقلل منك لما بتكون بتشتغل بشغل مش مظبوط، لما بتكون مش ماشي على اسس ولا على لوائح ولا على قوانين. لو انت اشتغلت في العمل العام بلوائح وقوانين تتطبق على الكبير زي الصغير، عمر ما حد ينتقدك، عمر ما حد يزعل منك، لان انت هنا ما تدخلتش، انت بتطبق في لوائح وسياسه عمل محدود انت بتطبقها على الجميع. ولنا مثال مثلا في الكابتن عصام عبد المنعم، جه مسك فتره مؤقته، الراجل خلص، هو اللي جاب الكابتن حسن شحاته الزملكاوي يعني بالمناسبه يعني، لان هو يبقى مدير فني لمنتخب مصر، والكابتن حسن بقى المعلم. شفنا مسيرته مع منتخب مصر وثلاثه افريقيا متتاليه ورا بعض. كان اختيار كابتن عصام عبد المنعم اللي مسك فتره معينه، شفنا الجدول كان عامل فيها ازاي، شفنا اداره الكوره كانت عامله ازاي. ولا حد ولا خسر كابتن عصام عبد المنعم جمهور الاهلي، ولا حد من جمهور الزمالك كان بيطلع ينتقده، بالعكس الراجل بالعكس ده شعبيته كمان زادت. ففكره انك تعمل في العمل العام ده يخسرك ناس، بالعكس دي فرصه انه يلمع اسمك ويحبب الناس فيك اكتر، بس لو اتبعت اللوائح والقوانين ومبقاش فيه مجامله، مبقاش فيه قيد يتفتح لناس وهي عليها فلوس كتير تاني، وناس تانيه يتقفل لها القيد ويقف القيد عشان لسه عليك 8 مليون لازم تدفعهم الاول. ما يبقاش في لعيبه تطلع ما بين المعسكر عشان تروح تلعب دور تمهيدي في ماتش عوده الذهاب كان فايز في الزمالك وتطلع اللعيبه. ما يبقاش في رئيس نادي، انت بتقول ما بعملش، لا، رئيس نادي يطلع يقول انا بشكر حازم امام على اللي عمله معانا. لو انت بتدي الناس حسب اللوائح انت مش مستاهل شكر. ففكره انك تتشكر من رئيس نادي الزمالك ساعتها
واللي قال لما اعمل لك حاجه بعد كده هو الراجل اعترف ان انا ما بحبش ان انا اشكره على الهوا لان بيقول الناس تزعل مني، فده معناه انك بتعمل حاجات مجامله لناديك ومش عايزه تطلع على علن الناس، انت ساعتها هتبين ان الراجل خدمك. فاذا كنت خدمت فالمواقف اللي حصلت بتقول انك خدمت نادي الزمالك، لكن مفيش مواقف بتقول انك خدمت النادي الاهلي خالص، ده مجرد كلام ملوش اساس من الصحه. اما فكره بقى لما الراجل محمودي ساله عن حازم امام، الناس بتقول حازم امام اون تايم في السعوديه، مجلس نواب، اتحاد كوره، حازم امام انت فين وفاضل ده. طبعا ايه يتكلموا على الحاجات الياما اللي بيعملها حازم امام وتفاضل ايه ولا ايه. فرد حازم امام قال له انا حقيقه انا تحليل الكوره هنا في اون سبورت ده شغلي، فاذا الراجل شغله تحليل الكوره تمام. اما راديو اون فانا بطلع يومين في الاسبوع، اما السعوديه فانا بسافر مره كل اسبوعين. انت متخيل كل ده وشايف الموضوع بسيط. حته انك تسافر السعوديه كل اسبوعين ديت، انت بتسافر بره مصر كل اسبوعين بتسافر مره، المره دي على الاقل فيها يومين ثلاثه، فانت موجود كمان في اون تايم محلل، فانت كل اسبوع متواجد، بتطلع مرتين في الاسبوع، فرد كل ده متواجد. رجع بقى قال له اما حته ان انا عضو اتحاد كره قدم انا مش راجل تنفيذي، فانا مش مطالب انا بعمل ايه، انا مش مطالب ان انا ابقى متواجد او ان انا ابقى في شغل بتاع، وكذلك عضو برلمان فانا برضو ده انا مش راجل تنفيذي. واللي مش قادر ازاي حازم امام لسه فاهم ان فكره ان اللي بيشتغل هو التنفيذي بس. هو انت لما تبقى عضو اتحاد كوره، لما تشتغل على تطوير الكوره في مصر من ناشئين، انك تخرج كوادر في التدريب، موضوع الحكام ومتابعه موضوع الحكام، وانك ازاي تبقى تملي متابع للاحداث اللي بتتم وواضع خطه زمنيه مفترض ان يتم فيها التطوير، نوصل لسنه كذا ان احنا نوصل للمرحله الفلانيه. ده مش شغل اتحاد كوره، ده مش شغل محتاج وقت ومحتاج جهد. مجلس الشعب، هو انت بحثك عن مصالح الشعب انك تتكلم في مشاكل، انك تبحث المشاكل اللي موجوده للمواطنين في دايرتك وتبدا تعمل دراسه للموضوع وتقدمها، انك تعترض على حاجه معينه لصالح الشعب، حاجه سيئه بتحصل منطقتك وخدمات الناس فيها، هو كل ده مش شغل محتاج وقت؟ ولا انت داخلهم بس لمجرد انا عضو اتحاد كوره، ولا انا مجرد بس ايه ان انا عضو مجلس شعب وخلاص هو اسمه خلاص؟ لا، كل الحاجات دي مفترض ان هي تاخد من وقتك كتير جدا. ده انت ممكن تبقى عضو مجلس شعب بس ومش لاقي وقت تعمل حاجه ثانيه، عضو اتحاد كوره بس ومش لاقي وقت تعمل حاجه ثانيه. ففكره ان انت بتتكلم في ان الحاجات دي لا تنفيذيه ومش تنفيذيه، لا، كل دي حاجات كتير جدا يقول ان انت مش مركز في حاجه، ان انت في كذا حاجه. وموضوع اتحاد الكوره ده لو بنتكلم بقى في الكوره تحديدا، انت غير جدير يا كابتن حازم لانك مش فاضيله. حته بقى دايما تلاقي الاعلام بيشيلك الليله، الانجاز يتذكر كده، وحازم امام هو اللي شال الليله موضوع فيتوريا. وانا عملت ايه يعني؟ معلش، واحنا من 2010 خدنا البطوله وما احنا ما خدناش البطوله، واستسهال خساره مصر لبطوله الامم الافريقيه، وهي البطل التاريخي لهذه البطوله بان هو فاز 7 مرات بها واكبر فوز. فدايما مشاركه مصر في البطوله انت مفترض تكون مرشح للفوز بيها. حضرتك اللي اولا الناس بتحاسبك انت يا كابتن حازم امام، مش افترى عليك ولا بتتبلى عليك، لان انت اللي جبت فيتوريا وانت اللي كتبت العقد وانت اللي حطيت له مكافاه وصول افريقيا، ودي في حد ذاتها كارثه. لما مصر المدير الفني بتاعها ياخد مكافاه عشان وصل افريقيا، كارثه. تعالى بقى الاداء في افريقيا، احنا ما كسبناش ولا ماتش، احنا بنلعب موزمبيق وبنلعب الكونغو وبنلعب غانا وهي في اسوأ حالاتها واحنا مش عارفين نكسب ولا مباراه، والاداء سيء جدا، النتائج مخيبه للامان. ده لا تستحق عليه النقد. هل مصر اللي مفترض يكون دورها في النصف النهائي والنهائي ده شيء طبيعي، تخرج من تاني دور بعد المجموعات، نخرج بالمنظر ده وما نكسبش ولا مباراه باداء مغزي اللي احنا شفناه دوت مع فرق لسه بتقول يا هادي في الكوره، ما كنا مالهاش اي انجازات فيهم، فرق اول مره تشارك اصلا، وتيجي تقول لي انت بيشيلوك الليله؟ لا، ما حدش بيشيلك الليله، افترى. معلش، انت لو عايز تشيل الليله انا كان مفترض محمود يسالك العقد اللي عملته مع فيتوريا، وهتكلف مصر ملايين بسبب انك كاتب عقد وانك مشيت الراجل، والراجل عايز بقيه عقده. هو مين اللي جاب الراجل؟ مين اللي كتب معاه العقد اللي كله عوار واللي يظلم مصر واللي يغرم مصر دولارات، مش يا ريتها حتى جنيه، ده دولارات في عز الازمه اللي احنا فيها. كل ده ومش عايز تحاسب وبتقول الناس بتشيلك الليله بلا ذنب، انا مش فاهم ازاي. دي حاجه. تعالى بقى لموضوع الزمالك. وكان بيسالوا المحمودي ازاي نادي كبير زي نادي الزمالك وما يكونش ليه دخل ثابت. اتكلم حازم امام عن الموضوع ده. هو اتكلم في الاول برضه عن فكره ان احنا كنا مع الاهلي الاول خطوه بخطوه، النتائج قريبه، هي بس الفكره ما بين 2005
ل 2014 او 13 هي الفتره دي اللي كان فيها الزمالك مشاكل كتير، ودي اللي عملت الجاب بين الاهلي وبين الزمالك. هنا اولا لا ما كانش الفرق قريب خالص، يعني كان انت بتتكلم من 2005 كان الاهلي تقريبا وصل لل 30 او حاجه 30 دوري وانت ما كملتش 12 دوري، فالفرق كان كبير. وكذلك في الكاس، بطولات افريقيا اللي عايز تعرفه بس ان انت كنت اقرب لكن انت قربت لان انا امتنعت عن المشاركه بعد انسحاب النادي الاهلي بعد كاس السوبر 94 اللي خده الزمالك بالحكم المرتشي باتريس ماتابيلا اللي في السجن، اللي دخل السجن بعدها بسبب الرشوه وبسبب اللي بيحصل، وان كابتن صالح سليم ساعتها واداره النادي خد القرار بالانسحاب. كنت حضرتك بتشارك رغم ان انت ما كنتش بطل الدوري، كنت انا بطل الدوري وبتشارك مكاني في بطولات افريقيا وانت وصيفي في الدوري او مش موجود اصلا وبتاخدها، فما بالك لما بطل الدوري كان داخل. فاذا كنت قربت مني في افريقيا قربت لان انا ما بشاركش. وكان الناحيه الثانيه على المستوى العربي كنا عملنا بطوله عربيه والاهلي كان بيحقق فيها انجازات واخد فيها القاب. ففكره بقى انك تقول ان الموضوع الجاب حصل، لا الجاب ممكن يكون زاد لكن ما حصلش من 2005 2015، لا هو موجود طول عمره والفرق كبير من اول ما بدات البطوله، من اول ما بدانا دوري اول 9 مواسم بتوع الاهلي. يعني احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم والفرق كبير 9-0 والفرق كبير من واحنا بنقول يلا بينا كوره. فدي حاجه. تاني حاجه بقى بيتكلم على الدخل الثابت اللي سأل عليه محمودي، قال له ما هو انت مشكله ان انت مشاكل. يعني احنا كنا في جيل 2001 كانت الفرقه بتعمل، كنا قاعد بحكي على فترات كتير من 96 كان الفرقه فيها كويسه، بعد كده جه 2001 حصل وقوع، جت 2001 الفرقه كانت كويسه، فايه اللي بيحصل؟ بيمشي المجلس فبيجي مجلس تاني. احنا كنا مجلس اداره بنيجي فبيجي مجلس تاني. حته تغيير المجالس ان في ناس ما بتحاش تقعد شهر، فالمجلس القديم بيجي والمجلس القديم بيمشي. طيب ما ذكرتش فكره، ما هي دي الجمله اللي بيقولوها الزملكاويه كتير، انت عايز نكسب بمجالس معينه، انا في مؤامره عليا انا ما ببديش مجلس. فانت لما تذكر ان المجالس بتتغير واللي بيحصل ده سبب من اسباب تراجع الزمالك، لازم تقول لان ابناء الزمالك بيرفعوا قضيه على نفسهم، لان كان في معركه بين مرتضى منصور وبين اسماعيل سليم، مرتضى منصور ممدوح عباس، مرتضى منصور وكمال درويش، يقعد يتكلم على كل حد يجي كان في مشاكل بينكم وبين بعض، احمد سليمان مش هاني العتال، كل دي مشاكل احنا مالناش دعوه فيها. يبقى هاني العتال مثلا ناجح وجورج سعد ناجح ومرتضى منصور ما دخلهمش المجلس، دي مش بتاعتنا. فوانت بتذكر ان اللي حصل ده بسبب تغيير المجالس، تغيير المجالس محدش كان متآمر عليك فيه، تغيير مجالس لان كل ابناء نادي الزمالك بيفكروا في الكرسي ومفيش في هدفهم حاجه اسمها اسم نادي الزمالك، فدي كان لازم تنوه ليها. تاني حاجه بقى وبيتكلم بقى على فكره، ودي النقطه اللي خلتني اصلا اعمل الحلقه، وهو بيكلمه على فكره الدخل الثابت، النادي ملوش دخل ثابت. قال له ان مشاكل طبعا تغيير مجلس الاداره، وفي نفس الوقت اللي انت طب ما فيش استقرار فما بيجيلكش مدخلات لان عندك مشاكل، الراجل اللي هيجي يرعاك شايف ان الدنيا مش مستقره فمش هيجي يعمل معاك رعايه. والوقت والاسف هنا بقى الكلمه اللي عايزها بقى، والوقت اللي كنت بتحقق فيه بطولات من 2000 مثلا و2001 و2002 كان الموضوع كله في ايد الاهرام هي المحتكره الموضوع، ما كانتش بتديك فلوس كتير. وهنا بقى هي دي الكذبه اللي عايز اتكلم فيها. اولا الموضوع ما فيش حاجه اسمها كان حكر على الاهرام، الموضوع مناقصه والاهرام كان بيقدم اكبر عقد، ما كانش في حد اكتر منه، دي نمره واحد. نمره اتنين هنط لك نطه كده وارجع لك تاني للاهرام. طب وما بعد الاهرام لما الاهرام مشيت، لما الاهرام هي المحتكره ما قدرتش تاخد من برزنتيشن، ليه ما حاولتش؟ لان في ناس جت قدمت اكتر من كده خلاص. فاذا كنت بترمي عن الاهرام بتدي ومش بتدي على سنه مش بتدي قليل وبتدي الاهلي يا سيدي كتير، جه بعد كده ما قدرتش تاخد عقد رعايه الاهلي لا من صله ولا من برزنتيشن ولا المتحده، كل الناس دي سبقوها. فاذا كنت انت شايف ان الاهرام وما بتدكش كتير، لا انا عايز اوضح لك حاجه. ومع انك كنت بتاخد بطولات، وهنا الفكره قصه مش قصه بطولات بس، قصه شعبيتك، تاثيرك. يعني مثلا لو جينا دلوقتي بيراميدز اخد كاس مصر ده وجبت دوري ابطال افريقيا الجديد اخده خلاص، انا بقول لك اهو بعد الشر يعني، وجي اخد الدوري اللي جاي، كل البطولات اللي جايه الست سبع بطولات اللي جايه اخدها بيراميدز كلها محليا وافريقيا بما فيهم السوبر، وراح كاس العالم للانديه عمل مركز، تفتكر بيراميدز هيجي له عقد رعايه؟ تفتكر في معلن هيقول لبيراميدز انا عايز اعلن عندك؟ اكيد لا. ليه؟ لان مفيش ناس بتدعم الكيان ده هتشتري منتج عليه اسم النادي ده هتروح تشتريه. فاذا انا كمعلن في اعتبارات كتير جدا من ضمنها تحقيق البطولات، لكن الاساس فيها شعبيتك، تاريخك، اسمك، الناس اللي بتدعمك، الناس اللي لو شافت اسمك على اي حاجه هتجري تاخدها، هتجري تشتريها. فده الاساس. لكن ما تقوليش كنت بجيب بطولات،
دي حاجه. تاني حاجه بقى، تعالى انت بتتكلم ان الاهرام ما كانتش بتدي لك فلوس، وهنا دي الغلطه واللي قلتها في اكتر من حلقه، ان يا جماعه والله الزمالك عمره ما اخذ عقد رعايه اكبر نسبه اخذها الزمالك مقارنه او نسبه من اللي بياخده النادي الاهلي كانت في وجود الاهرام. كان الاهلي بياخد 47 او 48 مليون في السنه، الكلام ده تقريبا 2011، من 47 ل 48 او 50 تقريبا باضافات، هنقول خلينا في 48 مليون في السنه. في الوقت ده كان الزمالك بياخد 25 مليون في السنه، يعني بتاخد 53% من اللي بياخده النادي الاهلي. ده نادي الاهرام. هات لي اي راعي بعد كده انت اتعاملت معاه على مدار السنين اللي فاتت دي من 2001 ل 2024 ادالك نسبه توصل حتى 40% من اللي الاهلي بياخده. مفيش حد قربك او اكبر نسبه اخدتها من رعايه مقارنه بالنادي الاهلي هي كانت مع الاهرام 53%، وكان بتدالك كده ايه، حتى كان في ناس في الاهرام طلعوا قال لك لا بيدوا للزمالك عشان يقفوا مع الزمالك، مش خاطر الزمالك بيجي من ورا مكسب، وباعترافاتهم ان المكسب اللي كان بيجي من رعايه النادي الاهلي 100% واحيانا بيتخطى ال 100%، مع ان المتعارف عليه ان اللي بيجي يعمل لك رعايه بيبقى مكسبه من اللي انت بتكسبه تقريبا 20%. يعني لو برعاك مثلا ب 1000 يبقى مكسبه 200، ب 100000 كده يعني. ادي النسبه. لكن الاهرام كانت بتكسب من الاهلي 100% واحيانا اكتر من كده، مع الزمالك ما كانتش بتكسب. وانتوا لما جيتوا في 2013 استاذ ممدوح عباس فسخ العقد مع الاهرام عشان مستقل الفلوس وان احنا محتاجين اكتر من كده، وسيل خطاب الضمان. ايه اللي حصل؟ مش رحت سوقت لنفسك؟ ايه اللي عملته؟ جبت شركه اسمها برومو اد على ما اتذكر، يعني اديتك 4 مليون في السنه، بعد ما كانت الاهرام بتديك 25 مليون في السنه، رحت جبت 4 مليون في السنه، ورجعت بعد كده للاهرام تاني. ساعتها الاهرام عملت لك ايه؟ اديتك 5 مليون في السنه، وساعتها اذيت نفسك بنفسك لما نزلت السوق واكتشفت حجمك في السوق عامل ازاي. حد يقول لي لا هنا بتظلم، لا ده انا، او انا عايز اقول حد بسال اي حد كده، هو ليه الراجل اللي اسمه هاني بيرز دوت اعلاناته والراعي الزمالك ومش عارف ايه ما استمرش فيها ليه الحمله الاعلانيه دي؟ موضوع اعلان عبد الله السعيد وشيكابالا ما تزعلش تاني ليه الاعلان ده؟ لان ده طبيعي، لما الاعلان ده اتذاع مبيعات الشركه قلت. بالظبط كده نفس فكره الاستفتاءات اللي اتعمل في الربط. اهو اخر استفتاء دلوقتي احسن جناح ايمن محطوط زيزو ومحطوط ميدو جابر ومحطوط اكتر بقى من لاعب، خلاص صديق اوجولاو. مين اللي اخذ الاستفتاء؟ زي ما قلت لك الحلقه اللي فاتت، ميدو جابر اللاعب السابق للنادي الاهلي وتفوق على احمد زيزو لاعب الزمالك. هنا مين اللي دعمه؟ رغم ان الموضوع ما فيهوش اهلي، ولكن ده لاعب سابق في النادي الاهلي. وصل لايه؟ ان هو اللي اخذها وزيزو ما اخذهاش. لو زيزو وميدو جابر عمل اعلان، هو ده بقى هنا السؤال. هي دي بقى اللي لازم تفهمها، قيمتك في السوق عامله ازاي. دي لا فيها عواطف ولا فيها بقى انتماءات ولا فيها حاجه، دي حاجه بتساوي رقم. ففكره انك ترمي على الاهرام هي نفس الفكره كلها. زي ما قلت لك كان عضو اتحاد كوره زي حازم امام، كان دكتور زي مدحت العدل، كان مهما كان اول ما هيجي يتكلم كزملكاوي اوعى تستنى منه راي سديد، هتستنى المؤامرات، هتستنى كل الفكره اساسا هي اتمنى النادي الاهلي يقع. انا ما بحبش النادي الاهلي، مش انا بحب الزمالك، ده لو انا فاضي بقى هشجع الزمالك، لكن الفكره كلها المؤامره وانا بيتعامل معاه والاهلي بيتعامل معاه. وهي كلمه اخيره عايز اقولها، طول ما انتوا بالفكر ده انا مطمن ان الاهلي ملوش منافس.